السلام عليكم. النهارده حابة أتكلم معاكم في نوع من أنواع العبادات اللي سبحان الله لو لا قدر الله في نقص عندك في الفريضة هي بتجبر هذا النقص. لو اتكلمت على فضل عمومًا العبادات في الدين الإسلامي كلها هالاقيهم كلهم بيصبوا في مصلحة الإنسان، في مصلحة العبد منا. ما فيش حاجة سبحان الله إحنا بنعملها سواء بتزود حسناتنا أو بتقلل من سيئاتنا إلا بتصب في مصلحتنا إحنا. لإن في كل العبادات الإسلامية مهمًا عملنا من عبادات فهي لينا إحنا مش لربنا في حاجة، لا هتزوّد من ملك الله شيء ولا هتنقص من ملك الله شيء، فكل بني آدم فينا، كل إنسان فينا لازم يفهم كويس أوي النقطة دي، إنك لمّا بتبخل على في عبادة معيّنة وتتكاسل عنها، فأنت مش بتبخل على يعني على ربنا، أنت بتبخل على نفسك، إن ربنا أصلًا ربنا مش محتاج منّك العبادة دي، مش هتزيد في ملك الله حاجة، ومش هتنقص في ملك الله حاجة، لكن يا إمّا هتزوّد حسناتك أنت، يا إمّا هتقلل من حسناتك، يا إمّا هترفع درجاتك، يا إمّا لأ. هتلاقي يوم القيامة ناس وصلت ناس تعرفها وكده ولكن وصلت لدرجات حلوة جدًا في الجنة، وترجع تقول يا ريتني كنت اجتهدت زيّهم، يا ريتني كنت عملت زيّهم، أنا الدنيا ضحكت عليَّ، أنا ما كنتش صبور كفاية في العبادات، أنا ما كنتش مواظب على العبادات بشكل كفاية، ليه الدنيا خدتني كده، وليه يعني اتأثّرت بالدنيا أوي بالشكل ده. ساعتها هتندم، بس في وقت مش هيبقى فيه الندم حلو، حتى لو أنت في الجنة، لإن درجات الجنة عظيمة جدًا، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فتخيل إنك تعرف حد، الحد ده لقيته في مرتبة عالية في الجنة وأنت في مرتبة أقل، أكيد أنت هتزعل على نفسك كنت تتمنى إن أنت كنت تبقى في مرحلة أعلى وأجمل وأفضل، صح؟ أكيد كل إنسان فينا بيتمنى لنفسه يعني الخير. عشان كده أنا عايزاكم يا جماعة بنتكلم على نوع من أنواع العبادات النهارده، العبادة دي هي لوحدها قادرة إنها تجبر كسر الفريضة، شوف الفريضة اللي هي يعني ما فيش حاجة تجبرها هي هتجبرها، إيه بقى دي؟ هي صلاة السُنن، السُنن ال12 ركعة ده كتير أوي، ماشي أنا معاكم إن صحيح الفرض 17 ركعة، والسُنة لوحدها 12 ركعة، يعني يا دوبك فرق بينهم وبين بعض 5 ركعات. وإن هي ممكن يكون عددها إحنا شايفينه كبير، ولكن فضلها بيهوّن على تفكيرنا إن هي كبيرة، فضل لمّا نعرف إن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعةً تطوعًا من غير الفريضة إلا بني الله له بيتًا في الجنة." أنتِ ليكِ بيت في الجنة، مش هاقول لِك بيت في الكومباوند الفلاني والّا العلاني وشوفي الأسعار يعني الفلكية اللي الواحد بيسمعها، لأ، ده أنا باكلمِك على بيت في الجنة، تخيّلي بيوت الجنة عاملة إزاي، تخيّلي إنها لبنة من دهب ولبنة من فضة وميلاطها المسك، يعني زي الأسمنت إحنا بنقولها الأسمنت بتاعنا اللي بيربط ما بين الطوبة والطوبة في البناء، هو ده في الجنة هو المسك، تخيّلي شكل الجنة عاملة إزاي، بيتِك في الجنة عامل إزاي. تخيّلي إنها تجري من تحتها الأنهار، تخيّلي إن هي فرش الجنة وسجاد الجنة اللي إحنا بنقول عليه السجاد بتاعنا ده، لأ الفرش بتاع الجنة أو حصوى الجنة من الإيه، من اللؤلؤ والمرجان، تخيّلي إن إحنا من الجواهر، إن ديّة الحصى اللي أنتِ هتمشي عليها بس كده تمشي على جواهر، إحنا في الزمن اللي إحنا عايشين فيه ده، إحنا شوفي جرام الدهب بس بكام. شوفي إيراد الألماظ والحاجات دي بكام، فتخيلي إنِّك دي هتبقي حصى الأرض البيت بتاعِك وأنتِ ماشية كده عليه بتتنعمي، فتخيلي إن أنتِ بتبني بيت في الجنة بالمواصفات اللي أنا هاحكي لِك دي عليها، عشان إيه؟ عشان أنتِ اجتهدتِ واتشطرتِ وعزمتِ النية و و وكنتِ صبورة كده وجبتِ ال12 ركعة في اليوم، جميل أوي، أوي الحديث ده جميل. طب تعالي أمّا أديكِ حديث جميل جدًا كمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءاته.
صدق الله العظيم. يعني إحنا تخيّلوا إحنا بنتكلّم على إيه؟ بنتكلّم على السُنَن. ما هو ربنا بيقول أهي "ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه". يعني أنتِ بتستجلبي حُب الله إنِّك بتزوّدي كمان على اللي ربنا عمله. يعني ربنا عامل لنا الأساس بتاعنا ال17 ركعة بتوع ال5 صلوات. فتخيّلي إن أنتِ بتقولي لربنا يا ربي أنا باحبك، يا ربي أنا جاية لك ومش بس ال17 ركعة الفرض، ده أنا جاية لك يا رب تطوعًا، تطوعًا إن حابة آجي لك، حابة أقف بين إيديك، حابة أصلّي وأدعي، حابة آجي لك يا رب. الإحساس ده أمّا ربنا سبحانه وتعالى أمّا أنتِ بتعمليه، فأنتِ بتعمليه وبيوصل لله عز وجل، فيكون رَد الله عز وجل عليكِ وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه. يكون الرَد كده، حتى أحبه، أنا كمان هاحبه. سبحان الله، ومش بس كده، ده ربنا يبقى سامعِك، يبقى التوفيق جاي لِك بقى. توفيق في إيه؟ في أمور حياتِك. تسمعي الكلام، ربنا هو اللي بيبقى هيكون كإنه سامعِك، تسمعي الحاجة الصح. بصره الذي يبصر به. بتشوفي برؤية يعني كإنِّك بتشوفي ب برؤية الله وأنتِ في معية الله، وربنا سبحانه وتعالى بيفتح لِك الأمور، بييسّر لِك الأمور، بيوضّحها لِك. فأنتِ تخيّلي هيبقى اختياراتِك عاملة إزاي. اختياراتِك في أمور حياتِك هتبقى موفّقة بإذن الله، وده اللي أنا أفهمه من الحديث. كمان من فضل السُنن زي ما قُلت لكم كده إنها فعلًا بتكمّل نقص الفريضة أو تُجبر نقص الفريضة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله هي صلاته، فإن فسدت فقد خاب وخسر." خلاص. وأما إن لو انتقص من الفريضة شيء يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هل له من تطوع فيكون له فيكمل له ما افترضته عليه من فريضة، وده في كل حاجة. طيب إزاي أنا أحافظ على الصلوات دي؟ طب شوفي كمان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم فيه على 4 ركعات الضهر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: "من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حُرِّم على النار." حُرِّم على النار. وفي حديث تاني: "ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها." يعني سبحان الله، كلّها أحاديث بتأكد لنا أو بتحسّنا إن إحنا يعني فين الهمة بقى يا جماعة؟ أمّا كل الأحاديث الحلوة دي، الرائعة جدًا دي اللي بتكلّمنا على فضل عظيم في صلاة السُنن، ما اتحمّسي؟ أمّا أقول لِك إنها بتُجبر الفريضة، بتُجبر الكسر اللي حصل في الفريضة أو النقص اللي حصل في الفريضة. أنتِ ممكن تكوني صلّيتِ العشاء 3 ركعات وأنتِ مش عارفة يعني مش عارفة تتخيّلي إن أنتِ قُلتيهم 3، أنتِ متخيّلة إن أنتِ جبتيهم 4 ومش عارفة. يوم القيامة لمّا يتعرض علينا صحائفنا ونلاقيها وتلاقي صحيفتِك فيها مكتوب فيها إيه، كتابِك مكتوب فيه إن أنتِ كنتِ مصلّية العشا مثلًا في يوم الفلاني الساعة الفلانية 3 ركعات مش 4. ففي نقص أهو في الفريضة حصل. فربنا ييجي سبحانه وتعالى يكلم الملائكة ويأمرهم إن هم ينظروا في صحيفتِك هل لكِ من سُنن؟ فربنا يكمل بها الفريضة. سبحان الله. بصراحة يعني أنا شايفة إن إحنا المفروض فرصة جميلة إن إحنا مثلًا في أيام جميلة دلوقتي مباركة في شهر الخير شهر رمضان، إن إحنا نتعوّد. أنتم عارفين إن إحنا في الوقت ده يعني أنتِ كإنِّك بتصلّي فريضة. فتخيّلي أجرِك وثوابِك هيبقى عامل إزاي. فرصة إن أنتِ تتعلّمي وتتدرّبي وعيني نَفْسِك وتقوّي نَفْسِك وتبدئي فعلًا. باشجّع أي حد بيسمعنا النهارده إن هو يتشجّع على موضوع السُنَن، والموضوع ده ما هوش صعب. حاولي وجاهدي نَفْسِك، ودايمًا حُفَّت الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات. يعني الحاجة اللي أنتِ ما أنتيش قادرة وبتص بت ب بتصابري نَفْسِك عليها وبتجاهدي نَفْسِك عليها وفيها دي، هي دي اللي هتدخّلِك الجنة. أتمنى يا رب يكون فيديو النهارده أفادكم، ودمتم بخير وسعادة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.